ايوه زي ما انت شايف كده بالظبط. بعد 4 سنين في كلية اعلام قعدت احلف 100 يمين لعمري هخش قسم الصحافة ده ولا حتى هشتغل فيه. رحب معايا بالصحفي احمد حسن. على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. وانت صغير او في سنة اولى او في تانية بتبقى فاكر انك ماشي صح، بس لما بتخش اكتر المجال وبتبدأ تذاكر اكتر، تطور نفسك، تاخد كورسات، تحتك بطبقات، بتكتشف انك كنت في نعيم الجهل، ولكن انت بتبقى بعد كده في جحيم الوعي. وجحيم الوعي ان الحاجة اللي انت كنت خايف منها او مش عاوز تاخدها بتكتشف ان هي اساس كل حاجة. علشان كده انا جاي اتكلم معاك واخد معاك جزء من التجربة. هو انا ليه نزلت جريدة الوطن او اشتغلت صحفي في قسم الرياضة في الوطن؟ عشان تحقق حلمك في الاعلام في مجموعة من الخطوات انت لازم تعملها بعد ما تخلص كلية. انا عارف ان في ناس كتير هنا على المنصة طلاب لسه، ولكن الفيديو ده اكيد هيفرق معاهم. مش معنى انك اشتغلت في صحافة فده هيلغي دورك في اذاعة، ومش معنى انك بتحب الاذاعة او بتحب الصحافة يبقى مش تشتغل. يعني مفيش حاجة بتلغي حاجة، لا، ده مجال بيصب في نفس المجال، الاتنين في نفس الحاجة. انا ليه دخلت الجريده؟ ما دخلتش الجريده علشان اكون الصحفي الجامد الكاتب الناشر اللي بيعمل سبق واللي بيدغدغ واللي بيعمل خبطات، لا، انا داخل لاهداف شخصيه معينه، اكيد مش هقول عليها في الفيديو لان دي حاجه تخصني، هحققها في فتره معينه انا متاكد باذن الله انها هتتحقق. فانا داخل لهدف. نصيحه اللي انا جاي علشان اقولها لك: اوعى تدخل قسم صحافه لو انت مش بتحبها او مش عاوز تشتغل فيها، علشان فيها مشاكل كتير وسلبيات كتير، كل ما هتقرب منها هتكتشفها. او اسال اي حد اكبر منك في الكليه، او اشتغل، اسالني، تعالى انستجرام اسالني ليه بقول كده. خشش المجال ده غير لو انت عارف هتعمل ايه منه، عارف هتستفاد ازاي منه، عارف انك هتتحرك، عارف انك هتروح، عارف انك تعمل علاقات، عارف انك هتبقى جوه عشان هدف معين عايز توصل له بره. بس ده كان مختصر انا ليه نزلت الصحافه برغم ارادتي. ايوه انا رايح بمزاجي وانا اللي كنت بدور عليها، وادينا اهو بدانا التجربه وبدانا الرحله. هنقعد فتره 6 شهور، 3 شهور، سنه، 2، الله اعلم، لكن في الاخر انا هخرج من التجربه دي محقق اهداف شخصيه بشكل شخصي وذاتيه انا عاوزها عشان هتخدم عليا في حاجه معينه. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وفولو. في فيديوهات جايه كتير، انا عارف ان احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، لكن اللي جاي كتير لان خلاص الدراسه جايه والكورسات جايه وكل حاجه جايه. ما تنساش تتابعني. سلام. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للاعلام الرقمي.